نفرهرو. قدامنا لوحة من اللوحات اللي كانت بتسمى اللوحات السحرية، مكتوب عليها نص بيحكي لنا ازاي لدغ العقرب الإله حورس لما كانت أمه مخبياه في أحراش الدلتا وهو كان لا يزال طفل، وازاي تدخل الإله توت لعلاجه وإنقاذه من الموت. النص كمان بيحتوي على تفاصيل كل التعاويذ السحرية اللي بتساعد على شفاء لدغات الثعابين والعقارب والزواحف بصفة عامة. كذلك النص بيحتوي على الأدوية والأمصال اللي ممكن يحتاجها الأطباء لنفس الغرض. بيظهر في اللوحة قدامنا تحط على اليمين وعلى اليسار الإله حورس والإلهة إيزيس، أما في الوسط فهنشوف الطفل حورس وهو يظهر مسيطرا ومتحكما في كل الكائنات الشريرة. هنلاقيه مثلا واقف فوق ظهر تمساح وبيمسك في كل ايد من ايديه اسد وعقرب وثعبان. اللوحة دي بترجع لعصر الملك نكتانيبو الثاني، هي مصنوعة من حجر البازلت، وده بيعتبر من أكثر الأحجار صلابة وأكثرها صعوبة في النحت. عثر على الحجر ده في الإسكندرية، حاليا هو من مقتنيات متحف المتروبوليتان في أمريكا.